امسك نفسك يا ابو الصحاب. ماسك نفسي. يا الله، سامعين يا جماعه الاصوات؟ امسك نفسك يا ابو الصحاب. ايوه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دي يا ابو الصحاب افخم سياره من الفئه السبورتنج بتاعت العربيات، افخم سياره صينيه. مالكش دعوه بعلم انجلترا ده، لان في الاساس شركه ام جي كانت انجليزيه، بس استحوذت عليها الحكومه الصينيه. نقدر نقول ان انت معاك مكوك فضائي سرعته وقوته بتطلع 536 حصان، وحبه نيوتن متر بيوصلوا ل 740 نيوتن متر. بتنزل بموتورين دفع امامي ودفع خلفي، قوه الموتور او قوه الموتورين مع بعض 400 كيلو واط. سيبك من الزحمه، سيبك من الجمال، عايز اوريك بس حاجه. لو جيت كده بصيت على العربيه تقدر تقول لي، يعني لو خبينا علامه الام جي هنقدر نقول ان هي عربيه شبه المكلارين. واكتر حاجه حلوه في العربيه دي ان الايرودايناميك فيها حقيقي جدا. يعني لو بصيت كده على فتحات التهويه اللي هنا في العربيه هتلاقي فتحات التهويه دي حقيقيه، صبعه زنق صبعه زنق، علشان يديك اعلى ايرودايناميك وعمليه قطع الهواء تبقى مميزه في العربيه دي، علشان تاخد ال 536 حصان وتاخد ال 700 نيوتن متر. انا مش عارف 700 نيوتن متر ازاي، انت بتتكلم في عزم وقوه حصينه رهيب جدا. تعالى كده اوريك حاجه بس كده معايا. بص كده الجنط بتاع العربيه والديزاين بتاع العربيه زي ما انتم شايفين كده، بتنزل بجنط او بتنزل بكاوتش بريلي، وبينزل بمقاس 19 45 على 245. سايز الكاوتش حلو، وفيها طنبوره قد دماغي مع كليبر بريمبو بينزل من ام جي زي ما انت شايف كده. مش عارف اقول لكم ايه. تعالى بص كده نبص حوالين العربيه. بس اول حاجه عايز اوريها لك ان بيبان العربيه دي فيها حاجه جامده جدا. اول حاجه بصوا كده جنب العربيه بيفتح زي طبعا بيبان الطياره شفناها في عربيات كتيره، بس الجميل ان هنا في كل حته في العربيه هو عامل لك سنسور جوه في جنب العربيه من الجنب. السنسور ده لو انا واقف هنا كده وجنبيه عربيه جيت افتح الباب هيفتح بس مش هيطلع. ليه؟ لان انت متوقع ممكن يقول لك انت بتركن جنب الرصيف فممكن تكون في عربيه جنبك، ففي الحاله دي انت بتعمل كده زي الزيكر ال001 اللي احنا صورناها، تبعد عنها الباب يفتح لك معاك. زاويه الدخول والخروج بتاعت العربيه حلوه جدا وممتازه. واكتر حاجه هتعجبك في العربيه دي هلف لك الناحيه الثانيه واوريها لك، وهي الخامات. تعالوا كده بصوا الخامات معانا في العربيه. الخامات مهتمين بيها جدا، كلها جلد طبيعي في الكانتارا. الكرسي الخامات المستخدمه يا جماعه يعني بريميوم بريميوم بريميوم. بتنزل بثلاث شاشات متصله، تقريبا مساحتهم كلهم او حجمهم كلهم تقريبا يتعدى ال 18 بوصه او ال 20 بوصه. بتنزل بلوحه معلومات تحت عند التكييف، وده فتيس العربيه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. جنب الفتيس هنا كده لو بصيتوا هنا زرار بيقفل البيبان ويفتحها لو انت مش عايز تفتح الباب من هنا زي ما انت شايف. وهنا لو عايز اقفل الباب فانا بدوس على الزرار ده كده وبقفل الباب. متخيل ان العربيه الواحد يتخيلها من بره اللي هي صغيره، بس زاويه الدخول والخروج بتاعت العربيه لواحد طوله 190 سم هتبقى ممتازه جدا. عايز اخرج يا اما بدوس على الزرار اللي في الجنب ده ورا، يا اما بعمل كده والباب بتاعك بيفتح معاك. العربيه شكلها جامد، العربيه حلوه جدا من جوه. علشان تشغل كمان السبورت مود وتشغل 536 حصان، نطلع دلوقتي نعمل تجربه اداء مع بعضينا. فانت بتدوس هنا على الزرار ده، الزرار ده لو دوست عليه بيروح عامل لك اصوات كده بقى ايه زي بيعيشك اللحظه. غير كمان العربيه فيها ساوند بره بيسمعك كانك راكب عربيه بنزين او احتراق داخلي، بيطلع لك صوت الجري وصوت العزم وتحس انت راكب عربيه سبورتنج بنزين حقيقي وحقيقي. طيب العربيه مش عائليه، العربيه دي عايزه واحد كده باشا كبير مش متجوز، او واحد وخطيبته، او واحد ومراته لسه متجوزين، او بنوته لسه متخرجه من الجامعه، او هانم تركب لوحديها. تمام. طبعا السقف بيفتح ويقفل كهرباء. تمام. بصوا هنا الشنطه عيب صغير انا لاحظته فيها، الشنطه مش كهرباء، الشنطه هنا مانوال. شنطه العربيه تحس ان انت فاتح كبوت العربيه مش فاتح الشنطه. الشنطه هنا 447 لتر، مساحه الشنطه حلوه مش وحشه. الجميل كمان ان انت لازم تقفل جامد كده علشان الشنطه تقفل معاك. الصاج والخامات المستخدمه في العربيه ممتازه، والصاج حلو، والبويه العربيه حلوه مش وحشه. لو جيت كده بصيت على العربيه من ورا علشان يديك طابع ان العربيه رياضيه، فمديك ان العربيه تحس ان هي عربيه اكزوتيك. عامل لك برده كل حاجه، فتحات الشكمان بتاعت العربيات البنزين. وهنا عامل لك حركه حلوه قوي، وهي ان الاشارات بتيجي بالسهم زي ما انت شايف كده. لو اديت اشاره يمين او شمال فانت بالسهم ده بينور معاك. وهنا اللايت برده كله بينور لما تيجي تدوس فرامل. اكتب لي كده قول لي رايك في شكل العربيه من ورا. والديزاين طبعا لو شلت البصمات بتاعت ام جي اللي هنا
فانت لو حطيت اي بادج عربيه بقى ماكلارين فراري، الناس هتصدق وتعرف ان العربيه دي ماكلارين او فراري. طيب عايز اوريكم حاجه تانية برضو. نفتح برص الكبوت كده. طبعا العربيه دي جايه بقى ايه للبنوتين الحلوين ولاد الحاج محمد، ليلي وسيري، فبنوجه لهم طبعا تحيه وبنقول لكم ربنا يخلي لكم بابا اللي جاب لكم العربيه الجميله دي. وش العربيه من جوه زي ما انتوا كده هتشوفوه كل ده متقفل، ما باينش بس الا بطاحات ومساعدين، لان انت كده كده في العربيه الكهرباء ما بتحتاجش اي صيانات فيها ولا اي حاجه تفتح الكبوت فيها. ايه رايكم؟ يعني ايه رايك؟ اكتب لي كده شبه انهي عربيه بنزين. العربيه بسم الله هي فيها وش من وشبه من الزد 4 البي ام دبليو، لكن سحبه الكبوت وسحبه الاكسدامات تخش على المكلارين. هم عاملين كوكتيل حلو جدا جدا ما بينها وما بين كذا عربيه. دلوقتي هنطلع نجرب العربيه مع بعض، نشوف ال 536 حصان بيعملوا ايه على الطريق، ونجرب مع بعض ال 700 نيوتن متر، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ يلا بينا. دلوقتي هنخش نركب بقى ونجرب سواقه العربيه. انا دلوقتي طولي 100 حاجه و70 سم، فدخلت عادي. الدريكسيون هنا مش بيطلع وبينزل كهرباء، الدريكسيون بيطلع وبينزل زي ما انتم شايفين كده مانوال. طيب من الوهله الاولى انت هتخش كده تتخض من المنظر اللي قدامك ده، بس هنا الموضوع سهل جدا. نقفل بس الاول ايه الباب، تكت زرار وخلص الموضوع على كده. والسقف لو انت عايز تقفله بتعمل كده، تروح قافل السقف معاك. والعربيه انا جربتها على الطريق، العزل بتاعها حلو جدا جدا وهي ماشيه. طيب حاجه تانية، نفتح بس كده ونحس ان احنا راكبين عربيه كابورليه كده ونخربها بقى. طيب احنا دلوقتي دورنا العربيه، مفيش مبدئيا زرار ستارتنج للموتور، يعني مفيش زرار ستارت هنا تدور فيه، انت مجرد ما بتدوس فرامل العربيه دارت. اول حاجه بقى بتخش على الشاشات قدامك هنا، بس اللي يهمك في ده كله هنا ده زرار المثبت السرعه. هو في العربيات البنزين هو عامل لك كانه زرار اللي هو بيدي التيربو وبتشغل سوبر تشارج والحاجات دي كلها، لكن هنا احنا موضوع مختلف خالص. لو جينا كده بصينا برضو على الزرار ده، الزرار ده بيتحكم في الشاشه دي طبعا عشان العربيه باللغه الصيني. فطبعا بالمناسبه العربيه دي الابلكيشن بتاعها شغال مع صاحبها، بس هو طبعا لسه عشان العربيه لسه جايه اول امبارح فلسه ما شغلش او بقالها 3 ايام لسه ما شغلش اللغه الانجليش عليها، بس الابلكيشن شغال عليها وكل حاجه زي الفل. لو جيت بصيت كده الناحيه التانيه هتلاقي ده الاستهلاك بتاع الكيلو واط بتاع الموتور واستهلاكك الدوسه والحاجات دي كلها. لو جينا هنا بصينا هنلاقي هنا الشاشه بتاعت الزرار ده بتقول لك ان الكاوتش فيه كام بار والحاجات دي كلها، بي اس اي والحاجات دي كلها تمام. احنا اللي يهمنا في القصه دي كلها بالصحاب لا هنطلع نجرب العربيه. هنا لوحه تحكم للتكييف زي ما انتم شايفين، الامبيانت لايت والشاشه وكل حاجه. الشاشتين اللي قدامك دول كلهم تاتش. هنا بتظبط بقى، خد بالكم برضه يا جماعه ان الشاشه دي كلها بيور اندرويد، فانت ممكن تشغل واي فاي، تشغل هوت سبوت عليها، الحاجات دي كلها شاشات اندرويد. وهنا تتحكم برضه في الشاشه دي زي ما انتم شايفين كده، بتتحكم منها تاتش، لكن كل التحكم بتاعك والجميل كله تتحكم من الشاشه الوسطيه اللي قدامك دي. مفيش اي زرار قدامك كده غير مروحه التكييف بس، انت ممكن تشغلها وتطفيها وتوطيها والحاجات دي كلها. ده كمان 3 دي تاتش يا جماعه، لو لمسته كده فانت في فايبريشن بيزغزغك في صباعك تمام. طيب اللي يهمنا ان احنا نطلع نجرب التسارع بتاع العربيه. فاحنا دلوقتي ادينا دي تمام، وهنشغل فيها نظامين كده. اول نظام هو الكومفورت والكاستم، والنظام بتاع السبورت اللي بيطلع لك ال 536 حصان. فاحنا لو دوسنا كده عمل لك زي بقى ايه يعني اصوات ان يحسسك التجربه. فدلوقتي احنا المفروض مشغلين ان هي تمشي تطلع 536 حصان. فاحنا نجرب كده ايه العزم والاكسلريشن. انا عايز اقعد محمد على السقف بس يعني احنا كده باينين صح؟ طيب امسك نفسك يا ابو الصحاب. ماسك نفسي. يا الله سامعين يا جماعه الاصوات؟ امسك نفسك يا ابو الصحاب. طيب بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هي من 0 ل 100 في 3 ثواني بوينت 3، بس احنا ممكن على سواقتنا احنا نجيب اكتر يعني اقل من كده في الوقت. تعال نجرب كده نقفل بقى السقف ونوريكم عزل العربيه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نقفل الازاز. بصوا يا جماعه طول ما احنا ماشيين سامعين صوت الموسيقى بره، وانت ممكن كمان تغير الموسيقى اللي بره دي او الصوت اللي بيطلع لك مع التسارع، يعني انت ممكن تغير ده كله. العربيه اكتر حاجه عجباني فيها كمان الخامات من جوه، واحنا مش رابطين الحزام وهي عماله تسب لنا. تعالوا كده نجرب بقى. امسك نفسك يا ابو الصحاب. ماسك نفسي. سامعين الصوت؟ ما شاء الله ما شاء الله. جابت ال100، جابت حاجه و90. بص بتخطف
والعربيه علشان اول ويل درايف، فتحس ان العربيه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله 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 فعلا. والثبات حلو يعني. بصوا هنا شايفين الطريق انا بعمل ايه في الطرق؟ الثبات حلو جدا 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 ما شاء الله ما شاء الله. السماعات والصوت المحيط حواليك تحس ان انت ايه بتفلق ابو الصحاب. العزل احنا ماشيين على 110. العزل بتاع العربيه حلو قوي قوي قوي. سعر العربيه دي انا لسه ما اعرفش حاجه عنه، بس يعني ان شاء الله قبل ما الفيديو ده يتمنتج وينزل هينزل كل حاجه ان شاء الله في الفيديو. هسيبها لكم في الديسكربشن لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على الفيسبوك هسيبها لكم في اول كومنت تحت. بس اكتب لي كده لو انت معاك تمن العربيه دي تشتريها ولا لا، وقول لي رايك في التجربه وايه رايك في العربيه وايه رايك في توني. اشوفكم على خير. سلام عليكم.